وهنا ابتديت اقول الاسبانيين سواء يعلموني الزعلانين ليه قوي كده من كلمه البلد. المشكلات احد الاسبانيين للاسف مش هيجيبوا بعض المسلمين وده معنى رمز فيها المسلم. مش معنى ان اللي بيتكلم فرنساوي ومتاثر بالمدرسه الفرنسيه تجري مع قانون المدرسه الانجليزيه والعكس. لا خليك واضح. ده التاريخ بتاعنا. انا لما باجي بشرح التاريخ مش عايز اقيد بمدرسه معينه ويا ريت اصل الفكر المصري. هؤلاء النصوص كانوا من البلد. طب ايه اللي هيزعلنا في ايه؟ تعالوا نقرا في سوره يوسف في القران الكريم لما سيدنا يوسف قال لاهله وجاء بكم من البلد. طبعا الذين بقى في القران ان انا برضه بتحارب احيانا فيها دخول الاثر في الدين وزينه الاثر. مشكلتنا من 15 سنه لسه مصر على اللي الاثر في الدين ولا غيرنا مرات اول الإمام عليكم الرجال الأصلا ما يدخلش فيه. بالظبط. لكن انت حاليا يعني هو لو كده الاثنين على الأقل وبعض الإمام لأنه رجال الصغيرة يجي من الإنسان الفقر. شكرا انتهى. طب ليه ما اجيش انا اقول ان ابن يوسف لما جاء له وجاء بكم من البلد الاصل بتاعنا يعني احنا البلد دي مرتبطه بالتاريخ. لان حضرتك قريت البحث اللي انا عامله عن يوسف طبعا صح ولا غلط تلتقي في هذه الشخص ثم الفكره الانتقاليه ثم موسى ومن هو يوسف اساسا ابن يعقوب ويعقوب هو اسرائيل الرسل الاخر. ما تفهمنيش بقى ان انا مناصر للصهيونيه العالميه اللي مش فاهم عن الصهيونيه. انا بتكلم على قوم ربنا خلقهم واختارهم عن العالمين تميزوا في اشياء مش عيب. مش عيب. ليه ده؟ لان المفكر حضرتك هتسمعوها دلوقتي انهم ما دخلوش مصر بالعجله الحربيه وان العجله الحربيه تطوير مصر الاصيل. فمش بيدنا في تاريخ تؤثر ولا تتاثر. ولذلك احنا كمصريين نحط الكلمه دي حلقه مسلمه حتى تحسن هذا ان احنا مجازيين نؤثر ولا نؤثر. الكلمه دي كانت حوالي من 4 سنين عندما جه هجوم شديد وانا في المتحف فرانكفورت من واحد جايات وكده. فأخذنا في الحمد لله لأن بطل التفوق عليها علميا ودي حضارة من اللغة. فإذا يعني تفهم يبقى الأصل بتاعهم ده على مصر اتبعنا في يوسف ثم تكون العميل ثم القلوب ثم حتى لو كان علينا. طب مين اللي قال هذه المقولة في التاريخ؟ مين اللي قال هذه؟ حضرتكم عايزين تعرفوا بالظبط يوسف قال ليه الحته دي النص الترجمه بتاعها بس انا مش عارف هي موجوده عندك. انا بجيبها عشان الحته دي مهمه جدا جدا جدا. اهلا دي مراتي وبنتي عم محمد ياسر وعبد بقى عبد دي مذكور يعني مش عارف بيلعب في الضغط بيني لكن هي موجوده. المهم ان يوسف قال يعني انا عندي جهاز بالنص الحرفي لكن ما علينا من النص الحرفي هو اساس ان الفيتوس هم البلد ولن هزأنا وقال علينا من اصل وضيع وبعدين من اصل وضيع. الاصل وضيع اللغه المصريه عليها اسمها بنتي ما عادش بيتكلم بيها خالص ليه مش عارف. وليه في كلام بيروح الكلام بتاعه ما احنا لو عرفنا الروح دي حاجه من الحب الثاني يقول لك ده هو فرعون مصر. يا سيدي مش فرعون مصر يا سيدي ابوك كده مش فرعون مصر. ممكن اعترف لك النهارده ان فرعون مصر لو قلت لي دراسات الدكتور اسكندر
كلها مع البعثة الألمانية الأمريكية والبعثة الفرنسية، وأثبتوا لي إن النادي بتاع مات غالبا في السيسيا الثانية. كان هو ماشي في السيسيا الثانية. أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه إزاي؟ يعني جريمة جدا وجاب الرئيس الثاني. خلاص؟ لأن في آية في القرآن وهي بقى هنرجع تاني للاحتلال بتاع 20 سنة اللي فاتت ودمرناهم مكان وعمل السنين. إذا كانت خالص في آية قال دمرناهم يقول لا ما دمرناش. فالمهم قال لك لا الرسول أساسا هم من البدو ولم يكونوا من أصل وضيع وكانوا عزيزا في مصر ثم أصبحوا حكامها. ودي برضه على الجبول. والحقيقة عايز أقول حاجة للناس الصغيرة جدا إنه لولا يوسفوس ولولا ترجمة إدوارد ماير سنة 29 جريدي ما كنا قاعد النهارده علينا واحد سومالي. دي مخصوص الخطاب ويمكن كده ما حاجات اللي أنا بقولها خلاص. لولا هذا وذاك ما كان على مصر عن المؤرخ المصري من دونه. فالذي أظهر حقيقة هو يوسف. يبقى أنا بدو ليه؟ طب هو يهودي ولا مالي؟ هو يهودي ولا مسيحي ولا حتى موسي؟ طب إيه يعني؟ طب إحنا في مميزات مينا مرشدين أهليين. حد يعرف الناس؟ مع إنهم أصدقائنا جدا وبنخش من بعض رغم إن نخش لازم 10 سنين. إيه المشكلة؟ هي انت مع السيسي عايز تضربني بالنار، انت مع مرسي عايز تضربني بالنار، طب انا فاهم ايه يا ابني؟ انا لا معاك ولا معاك، اروح فين طيب؟ هو ده الثاني. فحتى لو احنا ما ضد هذا بس يكفي انه اظهر لنا اول مؤرخ مصري في التاريخ. طب انتوا يا ساده اكاديميين النهارده ما حدش فيكم ليه يحفظ المرحوم سليم حسن رحمه الله عليه المعترف به دوليا كده. ومن ساعة 2021 لحد النهارده ما ظهرتش المدرسة المصرية الأثرية على الإطلاق. حد سأل ده؟ يمكن حسن مفيش يمكن حسن. فهو المعترف به دوليا مع احترامي بعض الأداب ده بدون ذكر اسم اليوم الثلاث مش معترفة دولية عن طريق الرئاسة. لكن احنا نيجي ورا واحد اسمها من الأصول خلاص يحبوا بتتكلم صح يا عم صح. قالوا ده بتوع اسمه احمد عثمان، بتوع اسمها هيك شمول لناس المحاضرين الحضاره وليس تدريسين الحضاره. وهم دول اكثر ناس يستوردوا بالثورات، هم دول اكثر ناس كل حاجه جابوا غلط. فالمهم ان احنا نرجع نقول السلالات التي تتالف منها الجسوس. طيب مثلا احنا بنتكلم عن هذه السلالات يبقى لازم نرجع لأقدم مصدر تاريخي للسبب. أقدم مصدر تاريخي للسبب هي كتابات يوسف. ده على المقال لا ده نوش كذا وكذا وكذا. قال ايه بقى بالنص؟ بقى يوسف هذه الترجمة من الألمانية للعربية بتاعت هدول إدوارد ماير. إنهم ساميون بإبراهيميون وهم سلالات متعددة 12 سلالة وكان على رأس أولاد السلالات يعقوب بعل ويعقوب هاوي. فإحنا بنقول مصادر التاريخ المصري. الأستاذ محمد منصور الثالث مشكورا مثل الجزء الأول من الكتاب نزيل الثالث الجزء الأول من كتاب تنظيم التاريخ جزئي مصادر التاريخ المصري. لو انتم فرحانين قوي يعني ما نشوف اي شيء فيها دي انا كأسد عن وقت مرات انت روح المكتبه الالمانيه، انت روح المكتبه الانجليزيه، المكتبه الامريكيه، بس بلاش الطقم الشيوعي ده اللي هو شرق اوروبا بالذات يعني مع احترامي. وعن اعمل ايه؟